مشتاقة لكم هواية. أهلا وسهلا بكم. محمد وآلي محمد. اليوم جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. حبيباتي أهلا وسهلا بكم، وأحب أرحب بالمتابعات الجدد وأقولهم أهلا وسهلا بكم بقناتي. وهسه حبايب قلبي اليوم جمعة، بما انه اليوم جمعة سمك شوي وتمن احمر. هسه راح ادي اسوي تمن احمر. هنا عندي بصل وفلفل اخضر بارد رومي، وهنا وحدة فلفلة حارة، واكيد المعجون والزيت. يلا نبدي بسم الله. هنا لقيت الطباخ مالتي، نغلي النار ونخلي القدر مالتنا. وهسه بنات راح اضيف الزيت. هنا ضفت الزيت. اليوم الجو كلش حار بمدينة السماوة، محافظة المثنى. اليوم الجو كلش حار، درجة الحرارة 37 درجة وكلش حار. وهسه بنات راح اضيف البصل ونضيف وياه الفلفل الحار حتى يعطي طعم، واكيد الفلفل الرومي الاخضر البارد. هسه كلهن هذني راح احمسهن وبعدين اضيف المعجون. واحد المتابعات طلبت مني واصور البيت كله لكم بنات. وهسه بنات راح اضيف المعجون. هذا احسن نوعية الاخضر، وحدة نص فلفلة حارة، يعني ما كملتها كلها، نص وحدة سويت. هسه راح اكمس المعجون ونذب التمن. جربوا هاي الطريقة بنات، يطلع التمن الاحمر كلش طيب ويا السمك الشوي. وهسه بنات راح اضيف التمن. نعطيه هيك شوية خمسة ونضيف المي. انا سويت 3 قلاصات تمن، نضيف 3 قلاصات مي. وهسه بنات راح اضيف المي. هيجي تمام. هسه نضيف الملح ونعوفه يستوي على راحته. شوف بنات، جربوا هاي الطريقة بالفلفل البارد والبصل والمعجون، كلش تطلع الطريقة مالت التمن كلش طيبة. اكو ناس يضيفون طماطة هم زينة، بس انا ما مجربتها. انا ما اضيف طماطة، اكتفي بالمعجون وكلش كافي. هسه راح اضيف الملح واعوفه يستوي على راحته. وهسه بنات راح نضيف الملح ونحرك
نتركه شوية ونعوفه يستوي على راحته، ومن يستوي اراويكم شلون طلع. شوفوا بنات اليوم الجو كلش حار. هذني نباتاتي، انا ما عندي حديقة، عندي بس لاني بالبيت. شوفوا بنات الجو اليوم كلش حارة. بنات هدرت التمن واستوى. من اصب اراويكم التمن شلون صار يخبل بنات. هسه راح اسوي زلاطه. زلاطه عباره عن طماطات وخيار ووياها طرشي. كلش طيبه، جربوها. يعني نثرم الطماطه والخيار والطرشي اللي خيار هنا هم نثرمه، ونخلي شويه خل ابيض مال الزلاطه، هذا خاص بس للزلاطه. هسه اسويها وياكم وتشوفوها بنات. هسه بنات راح نثرمها كلش ناعم، الخيار والطماطة والخيار الطرشي وخل ابيض، تطلع كلش طيبة بنات، جربوها. وهسه بنات الامتحانات على الابواب، وبالتوفيق لكل الطلاب، وخصوصا الصف السادس علمي، وخصوصا صف السادس، الله يوفقهم ان شاء الله. وهم الاهل الهم دور، والام الها دور بالبيت، يعني اللي عنده سادس الله يساعدهم. بالتوفيق ان شاء الله للجميع الطلبة، والله يفرح كل ام واب باولادهم. ها عيني، وادعوا لهم ان شاء الله بالتوفيق. انا وحده من الناس عندي وحده بالسادس، الله يوفقهم ان شاء الله. وهسه بنات سوينا بنات وحده من المتابعه طلبت تريد تشوف بيتي، ان شاء الله البي لكم الطلب واصور لكم البيت كله والله. والتوفيق ان شاء الله من رب العالمين لجميع الطلبه ان شاء الله. وهسه ثرمنا الطماطم. وهسه بنات شوفوا كملت، طبعا عصرت عليها ليمونه، نص ليمونه. ايه. وهسه راح اضيف الخل، هذا الخل خاص بس للزلاطه، خل ابيض. إيه تطلع كلش طيبه. وهسه راح اضيف لها شويه زيت الزيتون. هسه مو ضفنا خل ابيض، راح اضيف زيت الزيتون. وهنا بنات عندي هذا زيت الزيتون، هذا الاصلي، هم نضيف لها شويه زيت الزيتون. جربوها بنات، هاي الزلاطه كلش طيبه. وهسه حبايب قلبي، هاي طلبنا سمك من برا اليوم جمعه، ما عندنا كبار، سوالنا اثنين صغار. وهاي الثانيه بنات، واكيد ويا الزلاطه والروبه والتمن الاحمر. وهذا الخبز العراقي اللذيذ. وهسه حبايب قلبي شوفوا هذا التمن استوى وصار تمام ونثري. شوفوا بنات صار نثري. ايه هسه نصوب، والف الحمد والشكر على النعمه. شوفوا بنات التمن شلون صار. شوفوا بنات يخبل ونثري، جربوه على هاي الطريقة كلش حلوة وتفيدكم وراح تحبوه.
هسه بنات راح نسوي شاي ورا الغداء. خلي اضيف شويه هيل. هنا عندي هذا كوري بماي الفور، راح نضيف الهيل. وهسه راح اضيف الشاي. هسه بنات نضيف الشاي ونخليه يخضر على راحته. وهسه بنات الشاي اللي شويه ثخين مال شاي مال سمك. بنات هذا الشاي مال سمك شويه ثخين. اتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، والتقي وياكم ان شاء الله بفيديو جديد. في امان الله.